محمد عبد الظاهر. طب يعني الى متى يا كابتن مجدي؟ الى متى؟ طبعا يعني انك تدخل الحزبيه في الوطنيه العامه ده شيء مرفوض بكل المقاييس. انا ما ينفعش ابقى منتمي لحزب الاحرار واروح ارفع شعار حزب الاحرار وانا بلعب باسم مصر. ده غير مقبول على وجه الاطلاق، لان احنا النهارده هو اللي بيروح في امريكا بيكسب الميداليه الذهبيه الاولمبيه بيرفع حزب الجمهوري ولا الحزب الديمقراطي. كلام جهل وكلام للاسف الشديد متروك بعقول الناس، وكلام لا يعني ما ينفعش يبقى موجود في دوله لها حضاره 7000 سنه. يعني كلام كله ينم عن جهل وينم عن عدم ادراك للموقف. احنا بنشوف ايام الاتحاد السوفيتي كان ناس من اوكرانيا بتاخد ميداليات ذهبيه، وناس من روسيا البيضاء بتاخد ميداليات ذهبيه، ما كانوش بيرفعوا غير او بيغنوا غير السلام الجمهوري للاتحاد السوفيتي السابق. لما اتفككت وكل واحد بقى له دوله خلاص بيرفع علم دولته. انما النهارده احنا بفضل الله لم نتفكك، وان احنا شعب واحد ووطن واحد. ما احناش النهارده ينفع ان احنا نرفع كل واحد في حزب بقى، اللي في حزب الدستور وفي حزب الاحرار وفي حزب مش عارف المواطنين الجيدين والمواطنين السيئين، نقعد كل واحد يرفع علامه حزبه. كلام غير مقبول، وكلام انا في وجهه نظري يعني ما يصحش انه يبقى موجود على الملأ، وما يصحش انه يبوظ فرحه ده كلام محترم الملايين المصريين بالامس. وهو اذا كان مصمم، انا بتكلم، هو طبعا لازم نتكلم على قوانين ولوائح الرياضه عموما. انت من حقك انك تمنعه من لعب دولي، لكن مش من حقك انك تشطبه من سجلات كره القدم. ده مش من حقك، لانه يعني توقفه تعاقبه عقوبه لكن انك تحرمه من انه يمارس لعبه كره القدم ده شيء مش حقي. لكن انت تستطيع انك. طب ما وزاره الرياضه هتدد بده يا كابتن مجدي. وزاره الرياضه قالت لك ان الشطب هيكون مصير اي لاعب يقحم السياسه في الرياضه من خلال اشارات، ايحاءات، ايماءات. النهارده انت بتتكلم في كره القدم دي 11 لعيب. ال11 دول واحد فيهم لما يخطأ يبقى انت المفروض بتمنعه انه يشترك في المباراه، بتخصم منه فلوس لان ده بيلعب محترف. انما الالعاب الاخرى العاب هوايه، فملهاش نظم وقواعد بتنظمها. انما خلينا نقول انه لو اصمم على اشارته وحب انه يبررها، بالرغم ان هو انا ما شفتهاش في الحقيقه. ان انا مشيت او لما جه الجون احنا في المدرجات ما قدرناش نحكم ايه، ما شفناش الاشارات. والله الموقف اساءنا جميعا يا كابتن مجدي، يا كابتن مجدي عبد الغني. عايز اقول لك انه اللي انا فهمته انه انها ما استمرتش طويلا. اللي يعني يزيد الاستياء انه يصمم على اشارته، ما يقولش ان انا والله اخطات يا جماعه وان انا مش هعمل كده تاني. او انما هو لو مصمم، لو بدا يبرر يقول لك والله انا عملت كده عشان افكر الناس باللي حصل في رابعه. انا بشكرك كابتن مجدي عبد الغني نجم منتخب مصر، شكرا جزيلا يا فندم على هذه المداخله. والحقيقه يعني سريعا